السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله خوتي كامل تكونوا بخير. أخوكم محمد رجاء ديما مع قناة أمكا برود، دائما للدعم. أتمنى منكم تعليق زائد اشتراك مع تفعيل خاصية الجرس، وماذا بيا نزيد نشوف تعليقاتكم وآراءكم أسفل في التعليقات. جميع الروابط ستجدونها في صندوق الوصف أو في التعليق الأول. محمد أمكا برود ليصلك الخبر أينما كنت. رجعنا لكم خوتي في هذا الفيديو القصير. بعد هذا الفيديو القصير جيت نتحدث، نوجه رسالة سيادة عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون، انت كل فيديو راك تخرج فيه على المباشر راك تقول نحوس على الجزائر جديدة. أنا الحمد لله عبر قناتي ليومنا هذا لم أمس ولم أتهجم على أي مسؤول جزائري، الحمد لله. لكن كي نشوف أنايا العوج راني ما نستعرفش به. سيادة الرئيس، انت قلت نحوس نبني جزائر جديدة. اي فيديو تخرج على المباشر، سواء تتحدث مع الشعب، سواء تتحدث حوار، دائما كلمة جزائر جديدة على فمك. معليش، انني معاك ومأمنك شاب جزائري، وكما يقولون نشوف فيك امل وامل البلاد. اني معاك، راني نتبع فيك. بس سيادة الرئيس كاينين اشكال هنا ماهوش حيخليوك دير جزائر جديدة. هذه عندنا مشاكل داخلية في الجزائر، عندنا مشاكل خاصة في الوسط الجزائري، هذه حاجة تخصنا وعلى بالنا بها. بس حميش لدرجة سيادة الرئيس انه تخرج جرثومة كما هذه تقول لك الجزائر لازم تدقق النظر باه تولي تقوم بالتطبيع مع اسرائيل. هذه سيادة الرئيس اللي يسموها حدا حزام. حنا قبل كل شيء حنا رانا ما نستعرفوا بحتى جريدة عربية، سواء جزائريين سواء جريدة عربية ما يستعرفش بها العربي، سواء في شمال افريقيا او في الشرق الاوسط. اي جزائري او اي عربي او انسان عنده في العقل يقول لك انا ما نتبعش جرائد عربيه، يروح مباشره للجوجل طرق يكتب لك وش يحوس المعلومات، يخرجهم من ويكيبيديا. ويكيبيديا سما الشيء اللي حنهضروا هذا الكل راني حنحط لكم رابط في اول تعليق ولا في الوصف، كيف في اول تعليق ولا في الوصف، ادخلوا له. يعني الهضره احنا نهضرها وعندها المصدر تاعها. هذه خاوتي يسموها حدا حزام. هذه انا ما نعتبرهاش جزائريه طبعا، مادام هي اللي خرجت وقالت هيا نطبعوا مع اسرائيل، او يعني نطقت مع باسم الجزائر وقالت لازم نمشيو في التطبيع مع اسرائيل. معليش، هذه راهي عندها دوسي كحل، صدقوني غير عندها دوسي كحل، وهم الجزائريين معظم الجزائريين يعرفوها. هذه اول حاجه دارتها انها تهجمت على سكان ولايه ورقله. شباب ولاية ورقلة، ما نقولوش سكان، شباب ولاية ورقلة، ما ندخلوش في التفاصيل. هذه الانسان سيادة الرئيس هذه علمانية. انت راك كلمة زوج رحت هزيت لي العصابة اكل، تحية خاصة ليك، هزيت لي عصابة اكل. شكون اليوم؟ نعرفوهم، هاو سلال، هاو طحكوت، هاو يحيى، هذو معروفين. هذو اي طفل جزائري في عمره 3 سنوات 2 تقول له شكون اللي سرق البلاد يقول لك سلال. هذو معروفين، هذو كعاد عصابة أساسية. أعطيني العصابة الفرعية والعصابة الثانوية. هذو راهم سيادة الرئيس، هذه الشكل هذا فوقيرة هذه واللي كاينين بزاف منها، هذو راهم تلقاهم في الجوانب تاع العصابة، في الوسط تاع العصابة. هذه خطرة تهجمت على سكان ولاية ورقلة. دائما تحارب الإسلام في الجزائر، الدين والإسلام في الجزائر. مادام وصلت للدين راه ما بقاش. هذه راهي كانت تحت حماية العصابة، وكان هذه راهي استفادت من عهد بوتفليقة، استفادت بزاف. بصح مادام وصلت انها تقول خليونا حابين نطبعوا مع اسرائيل، هذه واش راهي تقول؟ هذه راهي تقول لكم سرعوا لي المحاسبة تاعي. سيد الرئيس هذه لازم تحاسب. هذه راهي مدير، نقولوا احنا مدير جريدة النصر. جريدة النصر هذه جريدة جزائرية بصح ما نعرفوهاش. انا جامي شفتها جريدة النصر هذه. حنا قناة النهار وقناة الشروق اليوم بالملايين يعني المتابعين تاعها وما نشريوش الجرايد تاعها. فما بالك هذا يقول لك واحد خرج لك جريدة الفجر وواحد جريدة النصر. هذه الانسانة علمانية وقالت على روحها انها علمانية، وفي نفس الوقت هذه من ولاية وزوزو. انا مش حابب نثير فتنة، انا راني نتحدث على شخص، وهذا رأي شاب جزائري ماهوش رأي شعب. مانيش حابب ندير فتنة، مانيش حندخل في حكايه القوميه هذيك الزوافيه والقوميه القبيليه والقوميه العربيه، مانيش ندخل هذوك. ماذا بيا في التعليقات ما نلقاش هذا الاحتكاك هذا تاع الاصل. نعم، وفي نفس الوقت اللي نوصل الكلام لواحد الناس هم خارج الجزائر، ماذا بيا ما كان لا تعبر روحكم تعلقوا كعاد هذه امور خاصه. يا ربي تلتاو بالامور تاعكم، فهمتوا؟ قاعد تعبر روحكم تكتبوا حيجي واحد من بعيد يفاصلكم التعليق.
نعم، وجايين فيديوهات عليكم، ما تعمروش لسانكم ان شاء الله. المرسوم ولا الهضره ولا الرساله تكون وصلتكم برك، وفهمتوا رواحكم شكون. هذه هي. ندخل نعاود لكم، نراجع لكم المعلومات هذه تاع حدا حزام من موقع ويكيبيديا، واني قلت لكم الرابط حتلقاوه في اول تعليق. اول حاجه واش قال لك؟ حدا حزام هذه او مديره جريده، مديره هذا عينوها في سنه 5 أوت 2009، والتي عرفت بعدائها الشديد لكل ما هو ديني اسلامي. يعني بعد كلمه ديني واسلامي ايش تستنى منها؟ قول لي باك شنو تستنى منها؟ حتقول لك نروح نحرروا القدس ونحرروا فلسطين. هي بين يعني كي قال بالعكس، هي شكرتنا كي قلت نروح نديروا تطبيع مع اسرائيل، هذه شكرتنا هي والله ذنيتك. عفوا اسمحوا لي. حدا حزام كبيره جدا في السن، المشكله مش كبيره في السن، شوفوا التصويره مليح وثبتوا معاها في التصويره باك. اول حاجه راهي تشبه البن غبرات، يعني فوله قسمت على زوج. ثاني شيء العمر تاعها يعني وجهها مسخ ممسوخه سبحان الله. يعني هذه يعني حتدفن وحيدير يصلي يقراوا عليها القران وراح يدفنوها وراح. سيادة الرئيس احنا نحتاجوا يعني ردة فعل. انا لحد الان مش شفت حتى رد من الحكومه الجزائريه، ما شفت حتى رد بعد العنوان اللي قاعد نشوف فيه ونقرا فيه. حدا حزام تريد تطبيع دولتها الجزائر أن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل. أنا ما شفت حتى رد من الحكومة الجزائرية. هذه راهي السجن وحرام. السجن انك تدخلها للسجن او حرام فيها. هذه لازم النفي، واذا ما كانش النفي كاين الرجم، كاين قدام الاسلوب. بس صعب تقول لي ندخلها للسجن، هذا موش ماهيش عقوبه، بالعكس هكاك زدت رحمتها وزدت غفرت لها وزدت قلت لها ديري واش تحبي. هذه ندخل ثاني قواعد الحداثه. برك سامحوني دقيقه. لقد تجرأت هذه حدة على إهانة شباب ولاية ورقلة بعبارات بذيئة. مانيش حاب نتطرق في الموضوع هذا، على بالي سكان ورقلة راهم دمهم حاميين ودمهم سخون وراهم كيفوتوا يثوروا وما نهدروش خير. عفوا اسمحوا لي. لقد تجرأت هذه حدة على إهانة شباب ولاية ورقلة بعبارات بذيئة، والذي كان يدافع عن نفسه، خلينا نتكلم خارجين لي غير ولاية ورقلة، قاعد الحدث هذاك راهو كان حدث سخون، ويعني ما جاي يفوت هذاك الاسبوع تاع الاحتكاك اللي صرا بينها وبين شباب ولاية ورقلة، ما يعلم به غير ربي. عفوا اسمحوا لي. تشوفوا العمر تاعها قال كيف الستينيات في العمر، يعني سبحان الله عمرها 60 سنة يعني. حيث أنها ما زالت تعتقد أنها تفكر أنها أفضل من الشباب المتدين والطموح. للأسف الشديد لم تدرك بعد أن الزمن قد تجاوز أفكارها. يعني ولا غير هذا، أقسم بالله غير أول حاجة راهي توجع القلب. هذا راهو تقرير مفصل عليها، محطوط يعني مصادق من ويكيبيديا، من مصدر ويكيبيديا. يعني قلت لكم ممكن نحط لكم الرابط تدخلوا قراوها انتوما. انا المهم جيت نوصل رساله، وهذا الفيديو باذن الله على بالي وين حنبعثوا. انا انتوما دخلتوا حتشاهدوا حتفرجوا، كاين اللي حيدور معاه، كاين اللي حيخليه، كاين بس انا على بالي وين حندير الفيديو هذا، وعلى بالي وين حنحطوا، وعلى بالي وين حنوصلوا. المهم نريد الحزم. الجزائر الجديده مش حتبنى هكا، والله الجزائر الجديده مستحيل ان تبنى بهذه الطريقه. كاينين حوايج راح يأثروا، كاينين حوايج راح يخليو الجزائر دائما مشلولة. والله دائما الجزائر ستبقى مشلولة. يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، كاينين حوايج لازم تشوفهم بعينيك، كاينين حوايج لازم تشوفهم بعينيك. في امان الله اخواني، طلعوا في رواحكم. وكما قلت لكم من قبل، حطيت لكم تعليق وقلت لكم كاينين مشاكل تاع ناس ومشاكل تاع المتابعين هذو اللي يتبعوا فينا. نعم هم يجيوني على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك ولا الانستغرام، راهم يحطوا لي في مشاكلهم. صدقوني اخواني راني ندير بوسيبل تاعي، راني برك راني نلم في الماتريال. الحمد لله كاين شويه ماتريال لميت وجبته. بقات الكاميرا هاني يعني دومونديتها من موقع امازون، واني نستنى فيها توصلني برك. يعني لحد الان مشكلتي غير كاميرا فقط، توصل الكاميرا باش نبدا في الخدمه. هذه هي. اصبروا، راني باذن الله كل مواضيعكم كل مشاكلكم حنطرحها،
ويعني قناة هذه راهي قناتكم، والله غير قناتكم. قلت لكم في فيديو سابق انا راني ما نحط حتى موضوع وما نحط حتى فيديو الا اذا كان اقتراح منكم انتم. شكرا خاوتي دائما للدعم، ارجو منكم تعليق، زائد اشتراك مع تفعيل خاصية الجرس، وراح يكون فيديوهات جديدة ان شاء الله في القريب العاجل. دائما جميع الروابط ستجدونها اسفل في الوصف. وشكرا لكم، تحية الجزائر وتحية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا للخونة اللي كما هذا. في امان الله.